قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبدأ قصتنا بواحدة بتنور في الضلمة قاعدة بتفكر مع نفسها، فقالت لروحها: فاكرة يا بنتي يا يورا اما ركبتي على ظهر تنين وطار بيكي وقعتي في حبه؟ يا ريت نقابله تاني. يا بنتي دي المواصلات غليت قوي. لا هي ما غليتش يا يورا، معلش انت بس محتاجة تتغطي وانت نايمة. هستأذنك بس عزيزي المشاهد، معلش نرجع بالزمن سوا 3 سنين. هنعرف ان يورا كانت بتشتغل عند واحدة من الاغنياء اسمها يون، ويون كانت بتعتبرها زي اختها. وفي يوم كانوا رايحين يحضروا احتفالية عندهم، وكانت يورا معاها كتاب عن قصة حب تنين وبشرية، ودايما كانت بتتخيل بيه في السما، لكن محدش كان مصدقها. وفجأة العربية اللي راكبينها وقفت واتلوت رجل يون بسبب قطاعين الطرق، فادتهم يورا الاكل اللي معاها ومشيوا، ونزلت تلف في الغابة تلم الاعشاب وتعملها لبخة تعالج بيها رجل يون. وهنعرف ان يورا والدها كان دكتور، وهي ورثت منه المهنة وبتعالج الكل مش بس البني ادمين. وبالليل كان في واحد طالع من البير شبه الفرخة المسلوقة. بس اصبر بس، فرخة ايه؟ ده جان التنين، وده لونج صاحبه وكمان المدرب بتاعه. وكان جان في الوقت ده العاصفة ضربة يا عيني وعاملة معاه الغلط، بس هو ما كانش مهتم، وقال له لونج انه فاضل له الدرع الذهبي ويكون اله التنانين وترجع له قوته، والدرع ده في ايد الشياطين. وراح جابه فعلا. في الوقت ده وصلت يون ويورا للبيت، وهناك شافها عصفور وفضل لازق لها. ولما راحت مع يون حديقة الزهور لقيت تعبان مش تبعد عنه، لا جت واخده بيتها، عالجته ونيمته في سريرها وسمته شياو. بس التعبان كان بياكل اكل البني ادمين عادي، وكمان كان بيتكلم بس ما خدتش بالها. وهنكتشف ان التعبان ده جان بس متخفي عنها، وبعد ما نامت خدها رجعها مكانها ونام جنبها. ولما صحي تاني يوم لقى نفسه في هيئة انسان وهي في حضنه، وقبل ما تفوق كان محول نفسه لتعبان تاني. حقك ما انت فعسل ولا طول الليل. وكان مضطر شياو التعبان ياكل الاكل اللي بتاكله، على الرغم من انه شايف ان ريحته تقرف. تقرف ايه يا شياو؟ ده انت اكلت الطبق كله. في الوقت ده دخلت العصفورة بتاعت يورا، لكن فجأة جان اتحول لتنين وهاجمها فطلعت تجري. وهنعرف ان العصفورة دي جنية واسمها تشينج، وبتكون واقفة مع صاحبتها وبتقول لها على التنين اللي هاجمها، وقالت لها ان جان التنين الله يخرب بيته قطع عليا سندوتش وما فطرتش، وخافت على يورا منه احسن ياكلها. وبالليل كانت يورا بتقول لشياو انها ترجعه الحديقة بكرة، ولما صحيت ما لقيتوش كانت زعلانة انه مشي من نفسه. ولما سمعها وهي بتكلمه ظهر نفسه قدامها، فصوتت وطلعت تجري مش فالحة غير في السويت وتربية التعابين. لكنه قال لها انه شياو التعبان وان اسمه جان وهو ملك التنانين، وهيحقق لها كل اللي هي عايزاه كشكر ليها انها انقذته. فقالت له ولا اي حاجة، اهم حاجة عندي انك تكون بخير، يا حنين على عباد يا يورا. ورجع جان لوينج وقال له ما تقلقش من البرق اللي جاي قريب، هتقدر تقف قدامه، بس هو محتاج يروح يتصرمح مع البني ادمين شوية. ولما رجع جان ليورا جت الجنية تشينج في الوقت ده لقيته، طلعت تجري فراح وراها، وعرف انها بتروح ليورا تطمن عليها لانها عالجتها وهي مريضة ومستنية فرصة عشان ترد لها جميلها. فقال لها تبطل الرغي وتاخد بالها من يورا، وراح يراقب يورا وكل حاجة تجيبها يجي يجيب منها بزيادة. وقرأ في كتاب من اللي جابهم ليورا انه لو حد عايز يرد جميل لحد يوهبه نفسه. قال لها هي نوع الكتب دي موجودة فين يا جماعة؟ محتاجين نوزعها على حبايبنا بس. وراح وقال لها انه بيوهبها نفسه، فرفضت. جه خاطفها على ظهره وراح بيها عند بئر التنين، لكن يورا عندها فوبيا من الاماكن العالية فاتضايقت منه سابته ومشيت. وفضل يفتكر مواقفه معاها وشكله سبر 1000 سنة، ودي الفول اللي هيفطر بيها. وفي طريقها لقت قط تعبان خدته معاها ماشية تعالج جروح الحيوانات، فقررت تسمي القط شياو. واما شافوا جان معاها وعرف انها بتعالجه كمان سميته شياو على اسمه، فظهر فجأة وقال لها يعني انت مرمطة نفسك في الغابة عشان حتة قط؟ وعرض يساعدها لكنها رفضت وسابته ومشيت. وفجأة ناس غريبة هاجمت يورا وكانوا مش شياطين الغابة، وطبعا علشان بنتنا وراها ظهر جامد فظهر جان ودغدغهم. جرية شوية شياطين ده انا تنين، بس اتعور وصممت يورا انها تعالجه. لا ده انا اتعور لك كل يوم بس انت تأمري. في الوقت ده كانت الجنية تشينج في المكتبة، ولقت هناك لونج وقفت تشقط الولا. يخرب بيت حلاوتك ايه الطعامة دي؟ فعرفها انه حارس المكتبة وسألها جاية هنا تعمل ايه؟ قالت له لا ما تبصليش كده، انا مش حرامية، انا بس هاخد منك شوية معلومات واخلع. وعرف لونج منها انها صاحبة يورا، فقال لها لا ده انت روحي خدي اللي انت عايزاه من المكتبة، ده انت لقطة. فقالت له انها بتدور على حل للندبة اللي في دماغها، وقال لها الحل انها تروح مملكة الجن وتاخد اوتار البية تطحنها وتحطها على دماغها، والمملكة دي بيكون قائدها لوفانج، واللي ما يعرفش لوفانج
لوفانغ فده قائد قلبه ميت ووشه ما بيضحكش خالص يقطع الخميره من البيت، ولان بنتنا عبيطه مش فاهمه مين لوفانغ طارت على المملكه يا صغير على هم يا تشينج. وكان جان لسه مع يورا في الغابه، وفجاه الدنيا مطرت فتحول لشكل انسان معاه شمسيه. يا حنين انت يا جهن. واخدت بالها ان الميه جت على جروحه فخافت عليه، قال انت بتحبيني ولا ايه؟ ولما راحوا سوا السوق كانت البنات هتموت عليه لكنه هيموت على بنت تانية، فخدته يورا من ايده. لا مؤاخذه بقى يا عسل، شوفي لك تنين تاني. وبالليل وسطت تشينج المملكه وهناك قفشها حراس لوفانغ، فقالت له وحياة امك يا سيلو ما تقتلني، ده انا جنيه عبيطه جايه اخد حاجه وامشي مش حراميه يعني. ولما وقفت وظهرت ندبتها تعب لوفانغ وطلب منهم يقبضوا عليها، فعشان يعاقبها قال لها تكون خدامه عنده لمده 100 سنه واخد منها قوتها السحريه. في الوقت ده راح جان ليورا ومصمم يرد لها جميلها. يا عم جميل ايه ده، انا اعرف ناس واكلين حقي بيقولوا عليا شرير. المهم جان قال لها ان الحل الوحيد لرد الجميل انه يتجوزها. ونعمل حلول يا ابني. جواز ايه يا اخينا انت بتهزر، محدش بيتجوز كده. واتفضل روح بقى عشان هي بتفضل معايا هنا. ولان جان مش فاهم حوارات البشر دي سابها ومشي، لكنه ما مشيش وفضل فوق بيتها لغايه ما نامت ودخل قعد جنبها وراح في النوم جنبها. وكالعاده اختفى قبل ما تصحى وقابلها في السوق فقالت له انها نامت كويس، فرد عليها انا كمان كنت نايم مرتاح بس في خنزيره جت نامت في حضني خنقتني. بالله عليك يا اخي دي خنزيره اتقي الله. نيجي لتشينج اللي لوفانغ مرمطها معاه ومن كتر التعب نامت وهي بتشتغل فوقعت الشمعه على هدومها حرقتها. ده نهار ابوك اسود. بس اصبري. وجي خابتها 3 ايام من غير اكل عقاب ليها. بس الكارثه هي ان تشينج قدرت تضحك لوفانغ، ده هتوقعك في حبها بس اتقل يا جبنه. في الوقت ده كانت يورا مستنيه جان يجي. قال له مش كنتي طردان امبارح من اوضتك؟ وفجاه وصل جان وكان جايب لها حاجه حلوه يا عيني يا عيني. فجاه قلبه بدا يدق بسرعه وقامت يورا تطمن عليه ولانه خايف من مشاعره ناحيتها سابها ومشي. وفي طريقه لقي مسرح فدخل يتفرج على اللي بيمثله وكانت المسرحيه عن الحب. ولاحظ جان ان الكلام اللي بيقولوه نفس اللي هو بيحس بيه ناحيه يورا، فعرف انه بيحبها واكل هناك شوكولاته يورا بتحبها، فادى اللي شغاله هناك لؤلؤه عشان تحضر له كميه كبيره منها. وهو خارج لقي يورا اللي كانت بتدور عليه وقالت له انها خافت احسن يكون حصلت له حاجه. فقال لها جان انا سمعت اللي بيحبوا بعض بيهتموا ببعض، انت بتحبيني ولا ايه؟ لا يا عم الصحاب كمان بيهتموا ببعض. واخدها تاكل شوكولاته. وعرفت يورا ان المكان اللي قاعدين فيه بيت لا مؤاخذه شمال يعني، فاتضايقت منه وطلعت تجري وما تعرفش انه مش فاهم اصلا هما فين، لكنه راح وراها وفهمها وطلعت ظلمه يا عيني. وكل ده والجنيه تشينج شغاله في المملكه وقال لها لوفانج صدعت امي بصوتك، وامر الحارسه بتاعته انها تعلمها الغنى عند النهر. وده طبعا عقاب بالنسبه له لان النهر فاضي وبارد، لكن هتروح يعني هتروح. في الوقت ده كان جان عند يورا عشان يطمن عليها لكنها ما صدقت وكلبشت في الولا. لا ده انت مش بتحبي السرير، ده انت بتحبيني بقى. وتاني يوم لاحظت انه حزين فعرضت عليه يشارك احزانه معاها. ولما سالته ايه مزعلك قال لها انه كان تنين طبيعي وفي يوم كان في برق وانضرب وجسمه اتبهدل فوقع جنب حجر شفى كل جروحه واداله قوه كبيره. وده كله كان بالصدفه وبالغلط جسمه اخد قوه الحجر كلها، فاتهموا لونج ظلم انه سرقها وبسبب كده اتحرم من قوته ورجع لعالم البشر ومش هيتم مسامحته الا لما يجمع 10 علامات من علامات البرق. فتأثرت يورا بقصته ومسكت ايده واول ما قربت منه قلبه وجعه تاني. يا بنت بعيدي عن الولا بقى. ولما سالته ليه قلبه بيدق كده قال لها ده الحب يا نهى، فاتكسفت منه ومشيت. في الوقت ده كانت تشينج بتنظف المملكه لكن لوفانغ نايم وهو عمل نفسه نايم علشان يشوف رد فعلها ايه. فضلت تقول له يخرب بيت حلاوتك بس قلبك اسود شبه البتاعه اللي انت لابسها دي. بس اول ما فاقت كسفت وطلعت تجري. بس لوفانج كان حاسس انه عارفها لان كل ما يشوفها يفتكر حد. وبالليل قرر جان ويورا يرتاحوا شويه من المشي وقال لها انه مش هيفارقها ابدا وانه ادم وعدها بالجواز هيعمل كده وخدها المكان شبه الاحلام وقال لها اتمني اي هديه وانا اجيبها لك. رفضت لانها كانت فاكراه انه بيعمل كده مع اي حد بيعمل لها جميله ومش بيعمل كده عشان بيحبها. لكن جان قال لها انها الوحيده اللي عمل معاها كده وعمل لها مكان تنام فيه وبدا يجيب لها الكتاب اللي بتحبه وبتجسد في هيئه كل الشخصيات اللي بتحبها في الروايه. ولما عرف انها واثقه فيه واخدها على ظهره ولف بيها السما كلها وقال لها انها يحميها دايما. في الوقت ده كانت تشينج بتحاول ترسم ورده على جبينها لان مساعده لوفانج رفضت تاخدها معاها حفله الزهور. بس دخل عليها لوفانج فطلبت منه انه يسيبها تعمل كده فقال لها بس كده ده انا هساعدك كمان ورسم لها بدل الزهره نيزك اسود. فزعلت تشينج وبدات تعيط وطردته من الاوضه. المشكله الاكبر ان لوفانج قلبه وجعه
وقعوا فجأة، فصعبت عليه ودخل يصالحها. ده انت سمعتك هتبقى خرا لو حد في المملكة عرف حنيتك دي. وبعد ما مشي قرر يعرف ايه السبب اللي مخلي ندبتها صعب انها تتشال وهي جنية صغيرة. وبعد ما سابها حاولت تشينج تهرب بس لوفانغ قفشها، فقالت له انها عاملة زي الحمارة طول النهار بتلف في ساقية، وبدأت تعمل نفسها بتعيط بس كان قافشها برضه وما تأثرش. وجاله خبر وقتها انهم عرفوا مكان الارواح الشريرة، ولما راح لمساعدته قالت له ان الارواح دي لقوها، عرفوا انها في بيت والد يون اللي يورا بتشتغل عنده، وانه علشان يخلص منهم فيورا ويون هيموتوا الاتنين. فاستغربت المساعدة ان يورا هتموت وهي انسانة عادية، فقال لها لوفانغ ان الشخص اللي هيموت لازم موتة مش طبيعية، ويون ويورا بينهم صلة دم فلازم يموتوا سوا. وطبعا تشينغ كانت واقفة وسمع كل الكلام ده، فكانت عايزة تبلغ يورا علشان تاخد بالها، لكن للأسف ما كانتش عندها قوة تعمل كده. وطلب لوفانغ منها انها تشرب الشاي المر عقابا ليها على اللي عملته قبل كده، لكن الشاي رجع لها قوتها تاني. قد ايه انت وسخ وحنين يا سيلو. في الوقت ده كانوا الحبيبة بتوعنا بيرسموا نفسهم سوا، وقال لها بصي يا بنتي انا بحبك. قالت له لا هتعلى عليا هعلى عليك انا بحبك اكتر، واداها هدية جوازهم. قال لها هي لسه موافقتش عليه اصلا. وبالليل كانت يوني في الغابة ومعاها حراسها، وفجأة طلع عليهم ذئب سهم وعضها من رجليها. وتاني يوم عرفت يورا باللي حصل، والدكتور قال انها على وشك الموت ونعم الدكاترة والله. فحزنت يورا عليها، ولما حس جنب حزنها راح يواسيها وقال لها انه هيجيب لها علاج لمرض يون. وفعلا جاب لها الدواء، وبدل ما يطلع السم من جسمها طلع روحها. ايه ده يا اسطى دي مش بتتنفس؟ قال لها ما تلاقيش اروح اجيب لك روحها من قفاها واجي. واما راح ورا روحها شافت شينغ وقالت له يحذر يورا علشان هتموت مع يون. وفي الوقت ده عرف لوفانغ ان جان التنين دخل المملكة وقتل كل حراسه، فراح له لوفانغ جرى ايه يالها يا تنين جبت الجرأة دي منين؟ فقال له جان اللي يقدر يوقفني يفرجني ويديني روح يون بدل ما اخد روحك. قال له ان الطريقة الوحيدة اللي ياخد بيها روح يون هي انه يتجوزها ويحميها من الموت 3 مرات، ولو خالف القوانين هيتعاقب لمدة 1000 سنة. فاضطر يوافق علشان يحمي يورا لانها تموت معاها. ده يورا هتنفخك. ورجع ليورا ومعاه روح يون ورجعت للحياة تاني. وطبعا البطة بتاعتنا فرحت والله انت وعهد الله رجولة وانا موافقة نتجوز. بعد ايه يا عسل انا هتجوز يون وانت حاولي تموف اون مني. فالبت من طيبتها قالت له روح يا ابني الله يستر لك طريقك وهستنى اليوم اللي هعرف فيه انت ليه سبتني. وده طبعا كان شرط لوفانغ انه ما يقولش السبب الحقيقي ليورا والا هتموت. وبالليل فاقت يون وعرفت باللي جان عمله، وكانت مبسوطة وفاكرة انه عمل كده علشانها، ولكن يورا كانت غيرانة وزعلانة جدا. فراحت تبص على اللوحة اللي اداها لها هدية وتعيط. قال لما انت كنت سترونج من شوية ده انتوا البنات عليكوا حاجات. رجعت للقصر وكان الكل بيحضر لحفلة جواز يون وجان، وهنعرف ان جان فصل نفسه عن جسمه الداخلي علشان يتجوز مكانه، لانه وعد يورا انه يوهبها جسمه وقلبه وما يكونش لحد غيرها. وتاني يوم قالت يون ليورا ان ابن خالتها تشي رجله اتكسرت، فوالدتها هتخليه يجي يقعد عندهم، وطلبت منها تاخد بالها من تشي لما يجي. وصلت تشي وكانت يورا معاه وشافهم جان اللي كان هيولع مكانهم الغيرة، وضرب الارض قلب الولا على ظهره. بالراحة يا عم على الولا مش حملك. في الوقت ده كان لونغ عند لوفانغ واداله سلسلة يقدر يحبس فيها كل الارواح الشريرة. وبعدها قابل جان عند بئر التنين وقال له ان بيت شيها والد يون هيتعرض للتنمر اخر السنة، وده هيخلي الامبراطور يقلب على البيت كله وهيموت كل اللي فيه، واللي هيعيش هيبقى عبد. ودي هتكون اول مساعدة يقدمها جان ليون. وكان ابو يون في الوقت ده بيقول لبنته انه بيفكر يتجوز يورا لتشي، بس يون قالت له انهم لازم ياخدوا رأي يورا لانها بتعتبرها اختها مش مجرد خدامة عندها. في الوقت ده ظهر لوفانغ لتشينغ وشافت معاه سلسلة الارواح، ففكرت انه ممكن يكون جاي علشان ياخد روح يورا جت سرقها منه. راحت اديتها لجان وقامت عركة بين جان ولوفانغ. هي دايما البنات ما بيجيش من ورا غير الوش. الغريبة بقى ان لوفانغ ساب عركته مع جان وراح يتخانق مع تشينغ على حوارات تافهة، وكان جان مستغرب ازاي ملك الجن البارد ده بيتخانق عادي مع حتة جنية صغيرة، وقال للوفانغ ان يورا تخصه ولو جه جنبها هيعلقه من جلابيته وسابه ومشي. رجع لوفانغ للمملكة وسأل حارس البوابة يانج لو يعرف حاجة عن ماضي من 1000 سنة، فقالوا انه ما يعرفش حاجة عنه لانهم اصحاب من 1000 سنة بس ممكن يسأل لونغ لانه حارس الماضي والمستقبل واكيد حياتك مكتوبة عنده. وحكى له عن البنت اللي بيشوفها وقال له بس يبقى انت كده بتحب يا نجم. في الوقت ده كانت يون بتقنع يورا بابن خالتها، فقالت لها يورا انها عايزة تفضل مرافقة ليها طول العمر، واتضايقت اما دخل جان وقال لها توافق عليه. وكمان جاب لها تشينغ
مرافقة، وده طبعا بعد ما لونج قال له ان يورا لو اتجوزت تشي هتنجى من الكارثة اللي هتحصل اخر السنة. ولان يورا مصممة على رفضها لتشي فقرر جان يمحي ذكرياتهم سوا علشان تقدر تحب تشي، واغمى عليها فاخدها لاوضتها وقال انها اول ما تفوق توافق على الجواز. ولما فاقت يورا ما كانتش فاكرة اي حاجة ما بينهم، دي حتى استغربت انه عارف عنها حاجات كتير، واتجوزت يورا من تشي. ورغم انها حاسة ان في حاجة غريبة بس هي مش قادرة تجمعها، وكمان كملت الجوازة. وبالليل رجع جان لاوضتها يفتكر الذكريات الحلوة، ودخلت تشينغ وقالت له انها تاخد حاجة يورا علشان مش هتعرف تنام من غيرها. ولما سألها شافت لوحة مع يورا ولا لا، قالت له لا، تلاقيها توتها في اي حتة يا بنتي. الملوف السعد والواد مجروح، فزعل اكتر لانه فقدها بنفسه. وتاني يوم كان جان بيراقبها فحست ان في حد نفسه جنبها، لكن تشينغ قالت ان هي اللي صوت نفسها عالي. وراحت بعدها لجان وقالت له انه زي ما ضيعها من ايده يرجعها. اتلحلح كده واعترف باللي انت عملته بحبك. فقال لها بس يا عبيطه انتي وسابها ومشي. العبيطه اللي مش عاجباك دي مالك الجن بيحبها يا عديم البصر. وكانت كل حاجه حوالين يورا بتفكرها بشخص غير جوزها، وهي مش فاهمه حاجه، وان كل الذكريات اللي بينهم قبل الجواز مش زي دلوقتي. تسكت تشينغ وتلم لسانها، لا جت قايله لا هو شخص تاني فعلا مش تشي. لكن يورا ما صدقتهاش وقالت انها اكيد بتحب جوزها، وطبيعي بعد الجواز حياتهم تبقى مختلفه. في الوقت ده كان لوفانغ مع لونج في المكتبه عشان يسالوا عن ماضيه، فقال له ان عقابه انه ينزل الارض ويتكسر ضلوعه. ولما كمل لوفانغ الكتاب علشان يعرف ايه السبب لقي الورق فاضي، فشكوا يكون حد ورا الحركه دي. نرجع ليورا اللي كانت بتحلم بجهان، ولما صحيت مخضوضه جات لها تشينغ وقالت لها بغطيها وانت نايمه، وادتها التنين الورقي اللي كان عامله جهان بس ما كانتش فاكره انه بتاعها. فرجعت اوضتها تدور على المنديل اللي كانت عاملاه لكن ما لقيتوش، والتنين باظ منها. ولما شافها جن وهي بتعيط كان هيظهر نفسه انا نقطه ضعف العياط فراحت الغابه تدور على اللوحه اللي حلمت بيها. لكن فجاه ظهر جان وقال لها انه حبيبها وان ده مجرد حلم. يا عم مش فارقه حلم ولا حقيقه هتحضن. وبدا جان يعدل لها ذكرياتهم سوا. وفي يوم اخبر ما يعلم به لربنا امر الملك بتدمير عائله شيا والبيت، لان اليوم علاقه بقضيه التمرد اللي حصلت ضده. وحصل اللي لونغ قاله بالظبط، لكن الوحيد اللي تم انقاذه هي يون. واللي عمل كده طبعا جهن مش تشكره لها. ازاي الانسان يحمد ربنا؟ جات مدياله واحده انت فالشؤم ووشك نحس، وكله قال ان انت شيطان وبوزك بوز فقر. وانا قلت لهم ابدا يا جانيا مش هتجوز. وجت مشال وحبتها كده وعرفت ان جوز يون تنين شيطان، بس هي دفعت عنه وقالت ان ملك التنانين عمره ما يكون سبب في اذيتها. وجان واقف وسامع كل اللي قالته فساعد عيلة شيا وانقذهم. وراح بعدها لونج اللي حذره انه لازم يبطل يتدخل في حياة البني ادمين والا المجلس لو عرف هيزود عقوبته. تزيد يابا الحاج هو في اكتر من 1000 سنة، انتوا الارقام عندكم بكم ولا ايه؟ لكن جان ما كانش همه غير سلامة يورا. فجات له تشينغ وقالت له ان يورا حامل، فراح يطمن عليها يخرب بيت قلبك. وعدى الوقت جه يوم ولادة يورا وكان الكل خايف لان اي تعب هيحصل لها تموت. وجه لوفانغ واخد روحها وعرف جان خطته، فراح له المملكة وهدها فوق دماغ حراسها ودخل معاه في عركة، على الرغم من انه ممكن بسبب اللي عمله ده يموت نفسه لكنه قدر يرجع روح يورا وانقذها من الموت. فقال له لوفانغ انت ليه بتعمل في نفسك كده وليه بتأذي جسمك الداخلي وبتكسر القوانين؟ بتحب يا تنين ولا ايه؟ قال له مش ذنبي انك نسيت الحب، وسابه ومشي. وبعد ما مشي طلبت مساعدة لوفانغ منه انها تروح تقتل الجنية تشينغ. قال لها لو لمست شعرة منها هعلقك. قال له ده مش التنين بس اللي بيحب يا جن. وتاني يوم كان جان جايب حاجات غالية كتير ليورا وكل الاكل اللي بتحبه، وطلب من تشينغ تاخد بالها من يورا. فشافهم لوفانغ وكان غيران عليها ولانه فاكر ان جان جايب الهدايا دي كلها لتشينغ. فقالت له ايه يا عم انت شاريني؟ قال لها كل حاجة ملكي، هي ملكي. واخد كل الهدايا اللي جابها جان وراح المملكة. ولما راحت تشينغ وراه عشان ترجعهم لقيتهم قطع كل الهدوم ومبهدل الاكل اللي جابه جان. ولما زعقت مع لوفانغ على اللي عمله قال لها ان عنده هدايا احلى من دي ليها، ففهمته ان الهدايا اللي بوظها دي بتاعت يورا جايبها لها جان. يا كسفتك يا لوفانغ. فوعدها انه هيعوضها عن الهدايا اللي بهدلها دي. ورجعت ليورا وراحوا السوق سوا. وهناك شافت يورا اللوحة اللي جان رسمها لها وكانت بتدور عليها. ولما خدت بالها ان البنت اللي في اللوحة شبهها قررت تشتريها. ولما روحت افتكرت قصتها مع التنين وقررت تفضل تحبه بس ما تقولش لحد. وعدى العمر على يورا وهي بتحب جان. وبعد فترة كبيرة خدها جان للمملكة عشان يبدأوا سوا حياة تانية. وبدأت يورا تفتكر ذكرياتهم سوا بس علشان تعرف
تعيش معاه في حياة تانية لازم تشرب مشروب الدموع، وده مشروب بيخليها تنسى ماضيها وبتبدأ حياة جديدة، وكمان تعدي من جسر الانتقال. وساعتها في كل ده جان، وبعدها راح جان وتشينغ لوفانغ عشان يطلب مساعدته في طريقة يكسر بيها جوازه من يون، واعتذر عن اللي عمله قبل كده وقال انه مستعد يعمل اللي هو عايزه بس يقوله على الطريقة. ودي كانت اول مرة لملك التنانين انه ينحني لحد، فاضطر لوفانغ يوافق علشان تشينغ ما تسيبوش وتمشي، وقال انه لازم يجيب له حرشفة منه علشان يكتب بيها مستقبل تاني ليون. وفعلا عملها جان على الرغم من ان ده عرض جسمه للاذى، وطلب من لونغ يساعده، فوافق بس بشرط انه ياخد الدرع الذهبي. كلكم بتستغلوني يا ولاد الاستغلالية، بس اداهوله كله في دايورا. في الوقت ده كانت تشينغ في المملكة عند لوفانغ ولقيت انه مصاب، فعرفت من مساعدته انه لوفانغ اما بيعمل حاجة عشان مكاسب شخصية بيتعاقب بكسر عظامه، وده بسبب الخدمة اللي قدمها لجان. فحست تشينغ انها ظلمته وانه مش زي ما هي فاكرة. وكان لونج في الوقت ده مع جان، وقال له انه مهما عمل مش هيتجوز يورا لانها مش قدره، فقال له مش مهم اتجوزها بس المهم اني افضل جنبها واحميها. وفعلا بعد فترة من الزمن اتولدت طفلة في بيت بسيط، ودي بتكون يورا، ولقوا انها اختارت بلد على نفس اسم جان. ده انتوا من نصيب بعض قوي، مش معقول كده. واتفقوا ان تشينغ صاحبة يورا اتعرف على جان على انه اخوها علشان يقدروا يدخلوا حياتها وياخدوا بالهم منها. وبتكبر يورا وبتكون شغالة بتبيع سمك في السوق واسمها يون، وعيلتها على قد حالهم. ودي بنت حرباية كده اسمها يونج مش بتحب يورا لان الكراش بتاعها بيحب يورا ومش معبرها، ودايما بترخم عليها، لكن على مين بنتنا ما بتسكت لهاش، وكل مرة تنفضها. بنت سوق بقى. وبعد ما العركة اتفضت رجعت يورا لبيتها، وهناك كانت بتعالج الجروح اللي في ايدها لانها اتخبطت وهي بتتخانق مع يونج، ومن التعب نامت يورا على نفسها. وفجأة ظهر جان لانه دايما جنبها، ولما صحيت تاني يوم راحت مع تشينغ الغابة يجمعوا اعشاب، بس وهما بيهزروا سوا شافوا جثة واحد بين الاعشاب، وعرف انه في ذئب حواليهم. ولما طلعوا يجروا عشان يهربوا منه هجم الذئب عليهم، وكان عايز يقتل يورا، وحاولت تشينغ توقفه. وصل في الوقت ده جان اللي قدر ينقذهم منه ويعالج يورا من الخبطة اللي في دماغها، لكن محدش كان شايفه. وصل في الوقت ده تشي اللي بيكراش على يورا، واما حاول يفوقها ويمسك ايدها كان جان غيران وقلبه بدا يدق دم دم دق. فسمعته تشينغ اللي حاولت تبعده عنها وتفوقها، وبعد ما فاقت يورا شالها تشي على ظهره ومشي بيها. لا مؤاخذة بقى يا جان، الواد الشهامة واخداها، نعمل ايه؟ فراحت تشينغ ليورا بيتها تاني يوم، بس عرفت انها مش موجودة. وكانت يورا مع تشي في الكهف، وبنكتشف حقيقة تشي وهو انه شيطان بيجمع الارواح عشان يعمل شبكة ارواح، وكان ناقصه روح يورا. لكن ظهر يانج فجأة وانقذها، وكانت تشينغ بتدور عليها، ولما عرفت مكانها ما قدرتش تدخل. فجه جان وحاول يدخل الكهف بس فشل برضه. ووصل في الوقت ده لوفانغ وحاول يساعدهم، لكن التعويذة اللي عملها تشي كان قوية ومش بتتفك غير بحلقة النار. في الوقت ده كان تشي بيتحرق والنار خلاص قربت توصل ليورا، فراح جان يسرق حلقة النار من المجلس وما هموش عواقب اللي عمله، وقدر يكسر تعويذة تشي ويدخل الكهف وينقذ يورا. في الوقت ده طلب لوفانغ من تشي انها ترجع المملكة معاه لانه خايف عليها، لكن رفضت بس فرحت انه بيخاف عليها. بدأت تحبني يا خلبوس. وبعد ما رجع جان يورا لبيتها قال لها انه من دلوقتي هيفضل جنبها ويحميها. ولما فاقت كانت فاكرة نفسها انها ماتت، فقال لها كملي نوم يا عبيطة انتي، انا اخو تشينغ. في الوقت ده كانت تشينغ عمالة تلف ورا لوفانغ في السوق بتحاول تقنعه يرجع لمملكته بدل ما هو قاعد كابس على نفسها هنا، وهو ولا هو هنا اهم حاجة عنده كوباية الشاي. رجع معاها البيت وفضلت تعمل له شاي لغاية ما حمته بيه، وعرفت انه هيعاقبها بس اخد باله انها رافضة جدا انها ترجع مع المملكة، فقال لها خلاص هسيبك تروحي ليورا. وطبعا لوفانغ عمل كده لان جان طلب منه يسيبها تفضل مع يورا. واما جان شكر لوفانغ على مساعدته ليه في الكهف، قال له انه عمل كده علشان سمعت تشينغ بتصوت مش عشانه، وطلب منه انه ما يناديهوش غير باسمه بعد كده. فقال له جان لا ده انت شكلك بتحب بقى يا جنة. ولاحظ لوفانغ ان جان تعب فقام يساعده، بس الوضع ما كانش اللي هو برضه. فشافتهم تشينغ لا كملوا والله ما انتوا متحركين، انا هاخد كحكة بس وامشي. وبالليل فاقت يورا وقالت لتشينغ انها شافت اخوها الكبير، وعرفت من تشينغ ان اخوها هو اللي انقذها وان تشي مات في الكهف بسبب الحريقة. فراحت يورا تاني يوم علشان تودع تشي. تودعي مين؟ ده كان هياخد روحك. وبعدها رجعت يورا تبص المنديل جان لغاية ما راحت في النوم. في الوقت ده كان لوفانغ رجع لمملكته وهو بيفكر في كلام جان عن حبه لتشينغ، فراح للونج علشان يساعده
تساعده ايه هو الحب، بس بشكل مش مباشر يعني، علشان كاريزمته كملك الجن ما تروحش على الارض كده. فقال له انك اما تقعد تعمل حوارات علشان تقرب من اللي بتحبه فانت كده تبقى بتحبه. ده انا شكلي بحبه ولا ايه؟ فراح الجن الحبيب بتاعنا تاني يوم جاب هديه لتشينغ وراح لها، فقال لها بصي لو فاكراها هديه فهي هديه فعلا. بس لما شافت الهديه كانت هتتجنن. لو فانغ فاكر انها برفان ما يعرفش معناها، فهي فكرت انه بيلقح عليها انها شيطانه، فقالت له لا بقى ده انا هرد لك الهديه. وفضلت تشربه لغايه ما سكر وراح في النوم، وجابت قلم وعملت وشه خريطه، ولما قام وحاولت تمنعه من الخروج شاف وشه في المرايه وجابت ورا، وكانت فاكره انه هيعمل معاها الجلاشه بس ولا عمل اي حاجه، وقال لها يلا نشوف قوارب التنين. ومش بس كده ده رسم لها الزهره اللي بتحبها. في الوقت ده كانت يورا في السوق بتبيع ورده، فشافها مساعد الحربايه يانج وفضل يرخم عليه هو وصاحبه ويقطعوا لها الورد كله. تسكت، جت حاطه الورد اللي مجمعاه كله في قفاه. وجه جان في الوقت ده بس كان بتنكر في شكل انسان، وقال لها انه هيشتري كل الورد ده حتى لو بايظ، وخدها المكان بتحبه وعمل لها جو جامد من بتوع زمان. وكمان سمعت كلامه من حد قبل كده بس مش فاكره مين، واداها يورات صغيره وقال لها وقت ما تحتاجيني خرجيها من مكانها وهي هتجيلي وهتعرفني مكانك. وتاني يوم راحت الحربايه والمساعد بتاعها اليورا واتهموها ان السمك اللي كانت بتبيعه مسمم، وحفيد الجد من وقت ما كان وهو تعبان، فقررت تساعد حفيد الجد وتعالجه. وعلشان يخلصوا من الاصلع والدكتور الكدابين جات تشينغ حط لهم حبه ملين كده في الميه، خلتهم مش عارفين يقفوا على بعضيهم لغايه ما اعترفوا ان هم اللي عملوا كده في الواد قدام الناس كلها. وقدرت يورا تاخد حقها وكمان تعالج الطفل. ورجعت تشينغ ويورا البيت وسالتها تشينغ لما واحد يدي هديه لواحده ده معناه ايه؟ قالت لها الحب يا نهى. البت اتصدمت يا عيني، كل ده والاتنين الحبيبه بتوعنا قاعدين بيفكروا في خيبتهم وان مفيش واحده فيهم عبرت حد منهم النهارده. فسابوا جان ورجع لبئر التنين، وهناك فضل يسكر لغايه ما تخيل الاتنين من يورا قدامه بيتخانقوا عليه. بس اكتشف ان لو فانج ولونج عاملين في مقلب، وكانت يورا في الوقت ده بتجمع الزهور فشافت شكل في السماء جان بيحب يشوفه، فجت مخرجه ليورا من مكانها. ولما شافها جان فكر انها في خطر فسابهم وراح لها جري، وقضى اليوم كله معاها. ولا معاك يا عم جان. تاني يوم راح له فانج لتشينغ، قالت له جرى ايه يا عم انت ما وراكش شغله ولا مشغله في المملكه؟ قلت لك اني بحب الشاي. فطلبت منه يرجع لها قوتها، وفعلا رجعها بس بعد ما ضحك عليها شويه، لكن للاسف كانت قوتها اللي رجعت مش كامله، فاتضايقت منه واتهمته انه السبب في ضياعها وسابته ومشيت. فراح لجان وقال له انت ليه ختمت على قوه تشينغ؟ فقال له انه عمل كده علشان عايزها تفضل جنب يورا وما تسيبهاش. قاموا الاتنين مسكوا بعض ودارت العركه اللي دمرت بيت تشينغ. في الوقت ده كانت يورا مروحه وفي طريقها خطفها مساعد يانج، ومن غبائه اطلق سراح اليورا. فجه جان واعترف للمساعد ان الحربايه يانج هي اللي طلبت منه يخطف يورا ويبيعها لاي حد. فاخد يورا ورجعها البيت بعد ما قطع خلف المساعد. الغريبه بقى ان تاني يوم حد فضحه هو والحربايه بتاعته وعلقهم قدام الناس في السوق، لكنها باعت الولا اول ما الشرطه جت وقالت ان هي البت اللي خطفها عشان يبيعها، وافرجوا عنها وحبسوا واطيه من يومها. في الوقت ده كانت تشينغ في بيتها وفجاه حست بخطر حواليها، فقالت اما اخد ديلي في اسناني واخلع. لكن جالها واحد حرامي الجنيات وبيحبسهم وبيعمل من قوتهم اكسير للحياه. لكن على مين؟ دي معاها جن الجنانين. انقذها لو فانغ منه وعرف منها انها كانت هتهرب قبل ما هو يجي، بس رجعت تاخد الهديه بتاعته. قال له ده انت مهتمه بيا بقى؟ قالت له ولا في بالي اصلا، دي علشان ريحتها حلوه بس. فاتضايق منها وقال لها انه مش عايزها تبقى خدامته تاني. نرجع ليورا اللي كانت خلصت تطريز المنديل بتاع جان وكان مبسوط قوي واداها تنين غير اللي باظ منها، وكمان اخدها لحديقه الزهور اللي اتقابلوا فيها قبل كده. لكن هي طبعا ما كانتش فاكره اي حاجه واعترفت له بحبها، لكن فجاه اغمى عليها. وبعد ما فاقت راح جان لصاحبه اللي قال له انه لازم يبعد عن يورا لان جسمه دلوقتي ضعيف ومحتاج طاقه روحيه. يورا انسانه عاديه فيها الطاقه اللي هو عايزها، لو قرب منها اكتر هياخد روحها وهتموت. وعرف ان الصداع اللي بيجيلها ده مش بسبب الارهاق زي ما قالت، لا ده بسببه. في الوقت ده سمعت يورا من الناس ان تشينغ جنيه وصائد الجنيات قبض عليها، ولما راحت لها البيت وما لقيتهاش اتاكدت من كلامهم. ولما اطلقت اليورات علشان يجي جان ما جاش، وافتكرت ان هو كمان جني واتقبض عليه بما انهم اخوات بقى، لكنه
لكنه كان قدامها وما ظهرش نفسه لانه خايف عليها، وفضلت تصوت في الغابة تاني يوم وهي بتدور على جان، وفي الاخر ظهر لها وقال لها ما تقربش منه وخدها وادي الزهور، وعرفت هناك انه ملك التنانين وان هو وتشينغ هيمشوا ويسيبوها، وطلب منها انها تنسى انهم اتقابلوا اصلا فسابته ومشيت. في الوقت ده كانت تشينغ في المملكة ولو فانغ جايب لها مجوهرات كتير لكنها رفضتها، وعرف انها مش عايزة هدايا وعايزة الندبة بتاعتها تتشال. وتاني يوم انتشر خبر ان في جنيات في البلد، وكانت يانج الحربية بتحاول تنشر اشاعة عن يورا ان هي كمان جنية زي تشينغ ما هم اصحاب بقى، لكن والد يورا كان بيدافع عنها، لكن حراس الملك فهموا غلط وحبسوه. ووصلت يورا وقالت لهم انها فعلا جنية وتقدر تنزل لهم المطر علشان محاصيل البلد جفت من قلة المية، وطبعا كذبت علشان تخرج ابوها من موقفه وما يحبسوهوش، وفعلا سابوه. وكان جان وتشينغ مراقبين كل اللي حصل، وقرر جان يروح ورا يورا علشان يساعدها في نزول المطر، لكن لو فانغ رفض يساعده. اما تشينغ طلبت منه لان التدخل في شؤون الارض بالسحر السماوي هيعرضهم للعقاب بالصعقات الرعدية، وملك التنانين هيقدر يتحمل العقاب، اما هي فلا. واخدت تشينغ وحبسها في المملكة، وراحت يورا مع والدها للبيت وادته فلوس كتير علشان يهرب بره المدينة، وهتقابلوا عند البير يهربوا سوا، وهي هتروح تهبد قدام حراس الملك انها هتنزل لهم المطر لغاية ما هو يهرب. في نفس الوقت كان جان بيحاول يجيب امر لنزول المطر على بلد يورا، وعرف من جن المطر ان في حد حاطط غطا على بلد يورا علشان يمنع من عليها المطر، وده كله بسبب الشيطان تشيل اتحرق في الكهف عمل لعنة على البلد علشان تتحول ارضها لارض بور واهلها يموتوا. لكن جان قدر يفك اللعنة ويكسر الحاجز وينقذ يورا من الموت، لكنه تعب بسبب الطاقة اللي استهلكها. وطبعا كل الناس افتكرت يورا ولي من اولياء الله الصالحين وبدأوا ياخدوا بركتها، وكمان اداها الملك قصر ومجوهرات ورقاها تكون اميرة. ورجع لو فانغ للمملكة وفك تشينغ وبدأ يتعامل معاها بتواضع، لان جان قال له ان الانسان لما بيحب حد بينسى هويته كملك وبيتعامل على انه انسان عادي. لكن تشينغ كانت فاكرة انه بطريقته دي بيمهد انه ينتقم منها بشكل تاني، يعني لا الحنية نافعة ولا الشدة نافعة. وراح لو فانغ الجان بعدها وطلب جان منه انه يسيب تشينغ تدخل القصر مع يورا علشان تاخد بالها منها لانه مش هيقدر يقرب لها، ووافق. راحت يورا القصر وهناك كانت بتفكر كتير في جان ولقيته قدامها وطلبت منه ياخدها معاه لكنه رفض، فقالت له خلاص تاخدني وتوريني الالعاب النارية، انت عايزة تروحي في اي حتة وخلاص مرمطة على الفاضي. ولما وصلوا هناك قال لها انه اداها اليورات اللي معاه علشان حبيبته اسمها يورا، انما انت اسمك ايو، يعني مش بيعمل كده علشانها، وان مشاعره ناحيتها علشان هي بس شبه حبيبته مش اكتر. وده جرحها جدا لكنها ما قدرتش تتكلم. وفي المملكة كان لو فانغ سمع تشينغ وهي بتتكلم عنه مع نفسها وتقول انها شاكة انه معجب بيها، فرد عليها وقال لها انه فعلا معجب بيها. ودخلت يورا يا ستي مش وقتك بقى. واليوم ده كان عيد ميلاد يورا وكانت مستنية جان يجي لها بس ما جاش، لكن الحقيقة انه جيو كان واقف ورا السور اللي هي واقفة وراها علشان ما يزيهاش. وفضلت يورا مستنية جان 10 سنين في قصر الملك، وهو كان بيجي لها كل سنة في عيد ميلادها ويفضل واقف ورا السور، وعادته انها تفضل طول عمرها تحبه ولو شافته تاني مش هتسيبه. وعلشان ينسيها كل اللي بينهم علشان ما تموتش رجعها تاني تشرب مشروب النسيان وتعدي الجسر وترجع الحياة طفلة من اول وجديد. المهم بعد فترة اتولدت يورا في بيت جنرال وكان اسمها ياوي. كبرت ياوي وبقت قائدة جيش والدها اللي شالت وصية والدها من بعده، وتشينغ كانت معاها وكانت قوية جدا بنت بمليون راجل زي ما بنقول عندنا. وجان كان بيراقبها طول الوقت ده وسمعها وهي بتكلم والدها وبتقول له انها هتحقق امنيته انها تهزم دولة لوهو اللي بتعتدي عليهم، وقرر يساعدها في الحرب دي. وده عمها تشاو واللي دايما شايف انها حتى لو قائد ما ينفعش تاخد وتدي مع الجيش برضه زي كل مرة ضربت دماغها فحس بيها لو فانغ لانه رابط جسمهم مع بعض فرح لها. قال لها بطلي خبط عشان ما كسرش دماغك صدعتيني. شوفي يا اخي رغم السنين دي كلها الا انه لسه ما اعترفش بحبه ليها برضه. وراحت يوي في الوقت ده تقابل مفتش الجيش الجديد اللي كان بيعكسها، لكنها ما كانتش تعرف ان لو صاحبها وهي صغيرة بس كبرت بعيدة عنه. وكانت يوي مع عمها وصاحبها وقالت لهم يجيبوا لها معلومات اكتر عن امير دولة لو الشرقية هان. وبالليل عرفت من عمها تشاو ان هان هيعمل هجوم على بلدهم قريب، وعلشان يغطي على الهجوم ده ومحدش يعرف اقتحم 5 قرى
القلعة وقتل كل الناس اللي فيهم. فخدت الجيش وراحت وقفوا عند حده وطلبت من الشاو انه يفضل في المعسكر علشان لو ماتت يبقى هو القائد بعدها. وعرف هان بهجومها عليهم فأمر بقتلهم وهدية للي هيجيب له راس يوي في طبق. وصل هان ودارت العركة بينه وبين يوي وكانت مدعكة يا شقيقة. وظهرت تنين جان فجأة وكان بيحارب معاها ولأن الماضي بينهم اتمسح فهي طبعا مش فاكراه. وقدرت يوي تهزم هان وتخليه يهرب زي القطة بمساعدة جان التنين وحمايته اللي فرضها على الجيش. ورجعت لعمها وصاحبها وقالت لهم على اللي حصل. فاقترح صاحبها انهم يهجموا على جيش هان قبل الفجر ويدمروهم. ووافقت على فكرته وسألت عمها عن الجندي اللي معاهم ومهاراته في الجونج فوق اجمد منها وقصدها على جان التنين. لكن تشاو قال لها انه ما يعرفش اجمد منها وكانت حاسه انها شافت مشهد الطيران ده قبل كده. ولما تشينغ عرفت اتاكدت ان جان هو اللي ساعدها فراحت له وقال لها ان المره دي مش هيعرفها بنفسه وهيفضل جندي في جيشها يحميها بس. ما هو مش كل شويه هتموتوا البت وتستنوها تكبر. رغم ان اللي بيعملوا ده بيعرضوا دايما للعقوبه لكنه رافض يسيبها لوحدها اصيل يا ابو التنانين. فجه لونج وقال له خلال 49 يوم لو فضل يستخدم قوته لصالح يورا فده هيخلي السحر يتقلب عليه ويموته. بس ولا سمع الكلام حتى. وبدأت يوي في الوقت ده تنفذ فكرة له وحرقت كل مخازن الاكل بتاعت جيش هان. وملحقش يا عيني يسمع الخبر دخلت عليه يوي وفين يوجعها. ولما ثبتته قدام رجالته قال لها ما تيجي نرجع العلاقات ونبقى على وفاق. ده انا بقول عليك رجولة بس ما تعرفش ان دي خطة نكسة منه علشان يغلبها. بس على مين دي يوي شوية مبتدئين. جت خبطة ابرة في عين وصفتها. ولما كان جان بيحارب معاها خد سهم في جسمه فخدته على المعسكر. في الوقت ده عرف ملك دولة لو ان الامير هان اتصاب في عينه فبعت له رسالة انه يتراجع عن الحرب اللي دايرة ولو خالف الاوامر هيتعدم. لكنه كان مصمم ينتقم من يوي. الصراحة علمت عليه وعرفت يوي بانسحاب هان وجيشه وبكده تكون حققت امنية والدها. في الوقت ده كان جان فا وجاله المفتش له وشكروا على انقاذه ليوي وانه بيشكره مش علشان مفتش لا عشان هو انقذ البنت اللي بيحبها. يعني انت دونا عن رجالة الجيش كلهم جاي لحبيبها تقوله انك بتحبها يا ابني انت بقى هتحول عليك دلوقتي. راحت يوي تحتفل مع جيشها وكان الكل واخد باله ان لو بيحبها وعمال يجيب لها في هدايا ويراقبها لكنها ما كانتش مدياله اهتمام. بس ما حدش خد باله ان في حريقه هنا من الغيره هتولع فيهم كلهم. يسكت لو يلم نفسه لا ده راح لجان تاني يوم يطلب منه يكون صاحبه وينصحه ازاي يخلي يوي تحبه وتاخد بالها منه. قال له ان كل رسوماتها عن التنانين وبيتمنى يوريها واحد منهم فراح مديله طياره ورق على شكل تنين وافتكرت انه بيلمح لها انه ملك التنانين ومن غير الجنى عليها تحول لتنين وقطع الطياره لمفتش جابها لها. وبدات تهيأ لنفسها ان التنين ده المفتش لان بمجرد ما اختفى ظهر التنين. فراحت له وندهت عليه باسم جان لكنه اتعصب عليها وقال لها انه مهما حصل ما تناديش عليه باسم التنين. فتأكدت ان المفتش مش هو الملك التنين. وكان لوفانغ مع تشينغ وصوت ضحكتها كان بيفكروا بواحده دايما كان بيحلم بيها لكن مش قادر يحدد ملامحها. وبالليل كان الامير هان بيتفق مع جنديه عنده انها ترافق بنت الملك لمدينه فنغودو ودي بلد يهوي لانه عارف ان ملك فنغودو هيعزم يوي عنده في القصر علشان يهنيها على انتصارها على لو الشرقيه. وطلب من الجنديه تستغل الفرصه وتقتلها. واما عرفت يوي بدعوه الملك قبلتها لكن المفتش كان قلق من الحوار وحاسس انه ورا إنه. وراحت بعدها الجان طلبت منه انه يكون رئيس حراسها وطلبت منه يفكر وما يردش عليها على طول. وقالوا انه مش مطمن لسفرها لفانغودو لانه في وزير هناك ما بيحبهاش وانه مش هيقدر يسافر معاها لان والده خايف عليه من الوزير ده. وبعدها قال له جان انه موافق يسافر معاها حد يسيب الحته بتاعته برضه تسافر لوحدها. وفي طريقهم لفانغودو كان باين على جان ويوي انهم فاهمين بعض جدا. وصلت يوي لفانغودو وقابلت الملك اللي اداها 10,000 قطعه ذهبيه وخلاها قائده كل الوزراء. لكن جان ما كانش عارف يدخل القصر وجاله مرسال سماوي انه ما يحاولش يدخل القصر لان ده هيعرضه للعواقب زي انه يتحول انسان عادي ومش هيقدر يشرب مشروب النسيان. فطلب منهم يعرف اخبار يوي وعرف انها بتحرس قصر بنت الملك وانها بخير. وكانت شياو مساعدة بنت الملك صاحبة يوي من صغرها لكنهم افترقوا وكانت عارفة ان بنت الملك هي اللي خلت حراس يسيبوا يوي كده تحرس قصرها في المطر لانهم شايفينها عدوة ليهم وواحدة روحها شرير
الغيرة، بس شياو عارفة انها عكس كده خالص. بس على مين؟ محدش يقدر يأذي يوي وجان معاها، وخلى المكان اللي يوي واقفة فيه ما ينزلش فيه المطر. وعرفت يوي انه السبب بعد ما شافت الطائر في السماء، وعرف لونج واله المطر باللي جان بيعمله. وكان لونج خايف عليه لان السحر اللي بيستخدمه علشان يتحول لتنين هيتقلب عليه، فحب اله المطر يعاقبه حاجة خفيفة كده عشان ما يتدخلش في شغله تاني، وقال انه هيزود المطر ومعاه رعد. بس لونج كان خايف عليه لان جان مش هيستحمل حتى الرعد الجاي. في الوقت ده كانت يوي شايفة جان وهو بيبص للسما، وكانت شاكة انه يكون ملك التنانين. وبالليل كانت يوي في بيتها وراح لها جان ومع الاكل اللي بتحبه، ولما اكلت بدأت تفتكر مواقف مع ملك التنين والشك اكتر انه يكون هو. وكانت شياو صاحبة يوي خدها امير دولة لؤة ورباها على كره يوي بحجة ان فين والد يوي هو اللي قتل والدها، وبدأ يديها علاج يخليها تحت سيطرته هو بس. ومن الوقت ده وهي بتفكر ازاي تأذي يوي. وتاني يوم كانت تشينغ بتعلم يوي ازاي تبقى انثى، ولما شافها جان بدأ يفتكر ذكرياتهم سوا. لكن فجأة طلع عليهم ناس عايزين يضربوا يوي، ولاحظت انهم عايزين يعوروها في وشها، بس قدر جان ينقذها. وراحت بعدها تقابل زوجة الملك اللي سمعت ان جوزها حاطط عينه على يوي. واما وصلت يوي كانت الملكة بتعاملها بقلة ذوق، ما هو لازم يتجوز عليكي بخلقتك العكرة دي. وفجأة دخل الملك وفضل يمدح في جمال يوي، والله راجل فهيم. والملكة جنبه هتولع من الغيرة، خصوصا بعد ما طلب منها تقعد جنبه. في الوقت ده كانت تشينغ بتتمشى ولقيت له فانغ قدامها، لكن فجأة اول ما قرب منها بدأ يفتكر احداث متعلقة بتشينغ والندبة اللي في دماغها فسابها ومشي. وفكرت تشينغ انه بيضحك عليها ومش بيحبها علشان شكلها وحش بالندبة اللي في دماغها. وبالليل طلبت يوي من جان يروحوا يشوفوا الالعاب النارية، وهناك سألته لو بيحب الالعاب النارية ولا لا عشان تتأكد انه ملك التنانين ولا ايه. بس هو كان اذكى منها وقال لها انه مش بيحبها، فبدأت تتردد وتفتكر انه مش هو، فسابته ومشيت وامرته انه ما يقربش منها تاني غير ما تناديله. وبدأت تحلم بملك التنانين لكنها مش قادرة تميز ملامحه زي كل مرة. وتاني يوم عرفت يوي ان الناس اللي هاجموها شغالين لحساب رئيس الخدم من منزل السيد كو. بس يوي ما كانتش عارفة ايه العداوة اللي بين عيلتها وبين عيلة السيد كو. في الوقت ده كانت شياو في السوق وضرب ولي العهد لعيلة كو، لكن يوي وصلت في الوقت ده وبدأت المعركة بينهم. وده كان اول لقاء ليهم سوا من سنين، ودي ما كانتش عركة، ده كان هزار اصحاب اعدادي عادي. وقالت لها يوي ان اخد الحق حرفة، انما ده عيل عبيط ما ينفعش تاخدي حقك منه، لانها عارفة ان شياو ضربته علشان عايزة تنتقم من عيلته ومشيوا سوا. واما قعدوا اتكلموا سوا كان باين على شياو انها متغيره، وطلب منها يوي انهم يتقابلوا تاني يوم يتغدوا سوا ووافقت. في الوقت ده كان ولي عهد دولة لوا اللي بنتنا معلمة عليه جايب هدية للملك اللي طلب من حراسه يستقبلوه ويعملوا له حفلة يحضرها كل الوزراء والقادة. لكن يوي طبعا رفضت وقالت للملك انها مش هتحضرها، وكان فاهم موقفها ووافق على طلبها. وراحت بعد كده لبنت الملك وهناك شافت شياو وعرفت انها خدامة عند بنت الملك، اعتذرت لها انها طول الوقت ده بعدت عنها وما سألتش عليها، بس دي كانت رغبة فانغ والدها. لكن شياو ما قبلتش اعتذارها وقالت لها ان الصداقة اللي بينهم انتهت. وبالليل لوا امرها تخلي بنت الملك تعزم يوي عندها تاني يوم وتروح وتتكلم معاها كتير، لانه في الوقت ده هيكون حراسه بيفتشوا اوضة يوي علشان يسرقوا لوحة الامر بتاعتها. وفعلا عملت كده. وتاني يوم عرف الملك ان لوا اتعرض لهجوم في بلده، والسيف اللي كان جايبه هدية للملك اتسرق. وطبعا كل ده حوار لوا هو اللي عمله، وحط لوحة الامر بتاعت جيش يوي مع الحراس المقتولين علشان الملك يشك فيها ويقول ان هي اللي حرضت الحراس دول على قتل امير دولة لوا. وخرج لوا وعمل نفسه تعبان وبيتهمها بسرقة السيف هدية الملك، لكن يوي ما سكتتلوش وقالت له لا، على مين شغل الخبز ده تسيبه للحريم، ان اللوحة اللي معاها دي مش بتاعت الجيش بتاعها. اي نعم عيلتها هي اللي صنعتها، لكن عملت منها كتير واثبتت له ده، وقالت للملك انها صنعت
طلعت لوح مزورة كتير علشان الحرامية يميلوا البلد اليومين دول. ولا انت ايه رأيك يا حرامي؟ قصدي يا لوا. ولما رجعت يوي بيتها عرفت ان تشينغ تعبت وجرحت نفسها عشان تتخلص من ندبتها، فتعصبت اما شافت لو فانغ ماسك ايد تشينغ. بس جان قال لها انهم مرتبطين، وبعد ما فاقت سألها لو فانغ مين اللي عمل كده في ندبتها، فاعترفت ان هي اللي عورت نفسها علشان شايفه ان شكلها وحش بيها. فطبعا ابننا مسكها غسلها وسابها ومشي، بس رجع لها تاني بحاجه حلوه. يا اخي قد ايه انت وسخ وحنين. وبالليل عرف لو ان حراس الملك لو السيف في النادي وما اتسرقش زي ما هو قال. وجات في الوقت ده شياو فقال لها انها لازم ترجع تصاحب يوي تاني علشان يقدروا يقتلوها وما يدوهاش علاجها. في الوقت ده وهي خارجه من عنده شافتها يوي وجان وهي حالتها تعبانه، فخدتها لبيتها. وهناك الدكتور قال لها ان شياو عندها اضطراب في القلب ومهارته مش كافيه انه يعالجها. فقال لها جان ان شياو متسممه مش مريضه. ولما شافت يوي جسمها عرفت ان السم ده من له وهو نادر وعلاجه مع له بس. وفضلت يوي جنبها طول الليل. ولما فاقت شياو لقيت نفسها عند يوي وقالت لها انها من اتباع لوا ولازم تبعد عنها. فعرفتها ان الهديه اللي اديتها لها وهم صغيرين حاطه فيها لوحه الامر للجيش بتاعها وعمرها ما سابتها. فقالت لها شياو ان والدها اتقتل على ايد جيش ابوها من 7 سنين. فقالت لها يوي ان الدولتين ما تقابلوش اصلا من 7 سنين، ازاي بقى يكون والدي اللي قتل والدي؟ لكنها ما اهتمتش لكلامها وراحت للو تاخد منه العلاج. وهي خارجه سمعت الوزير كو بيقول للو انه ما ينفعش يقتلوا يوي في مدينه فانغودو علشان الملك هيغضب، انما ممكن تموت في ساحه الحرب عادي. وعلشان كده هيرشحها انها تدخل بجيش الحرب الجايه مع دوله تشاو، وده جيشه اقوى من جيش يوي، يعني هتموت. فرجعت البيت تفكر في كلام يوي ما خدتش الدواء. وتاني يوم بدات خطتهم سوا وعرفوا ان قائد الجيش مات في الحرب وسد دوله تشاو. ولان بنتنا رجوله ما بتخافش قررت تروح بدل القائد اللي مات. وعرفت ان المفتش لو هيبقى معاها هناك. وفي طريقهم قابلتها شياو وحذرتها تاخد بالها من نفسها في الحرب لان في خطر هيبقى حواليها. وبالليل بدا الهجوم على العدو، لكن يوي اتصابت وساعدها جان بقوته وبدا يضعف. وقعت يوي من فوق الجبل ونزل جان وراها وعالجها بسحره وقال لها ان الاعداء وقعوا من الجبل زيها، بس هو قدر ينقذ نفسه. وقال لها ان الضربه اللي خدتها من جنودها وان في حد منهم بيخونها. فقالت له انها مش فارق معاها كل ده قد ما فارق معاهم ازاي هيطلعوا الجبل دلوقتي. والله عيب عليكي يبقى معاكي تنين وتقولي الكلام الخيب ده. واكتشفت ان جان رمى نفسه وراها عشان ينقذها. في الوقت ده كان لو فانغ مع لونج اللي نصح انه يبطل يحب تشينغ لان الحب بين الالهه والجن صعب، ونصح انه يتسلى بيها وخلاص. فقرر لو فانغ يساعدها تبقى من الالهه. فراح لها تاني يوم وقال لها لازم تتمرن كتير علشان تبقى من الالهه وتبطل تفكر في البني ادمين شويه، واداها كتاب تتعلم منه. في الوقت ده سمعت شياو لو وهو بيتكلم عن اللي حصل ليوي، وكمان طلب من بنت الملك انها تساعده في انه يقتلها لانه راسم عليها انه بيحبها ولازم تنتقم لحبيبها. نرجع للو والمساعد بتاعه اللي قرروا يلبسوا تشينغ لبس يوي وتعمل نفسها الجنرال علشان معنوية الجيش ما تبص. وتاني يوم بعت الملك الوزير كو اللي بيكره يوي، واما اتاكد من اشاعه انها وقعت من فوق الجبل قال للو تشينغ انه هيروح يقول للملك انها هربت من المعركه. جت تشينغ مدياله بالبرات في دماغه طب ساكت، وقالوا بما انها كده خربانه احنا نديه دواء النسيان. اول ما يصحى هينسى كل حاجه لغايه ما يلاقوا يوي. وقدرت يوي تطلع الجبل بمساعده جان اللي بدا يفقد قوته نهائي، وعرفت ان جيشها انتصر على دولة تشاو. وفضلوا يحتفلوا لغاية ما راحت منها خالص. وتاني يوم راح لو فانغ لتشينغ لقاها فاكرة ان الكتاب اللي اداهولها ده ظهر ومش مهتمة خالص غير بندبتها. فقرر يساعدها تتخلص منها عشان تفضى وتتمرن اسرع وتكون من الالهة. ورجع المملكة وحاول يجيب لها خيوط الجيتار اللي هتساعدها لكنه اغمى عليه. ولما راحت تشينغ تسأله لقته مغمى عليه. فراحت ليانج عشان تقول له، وعرفت منه انه قدام كل وتر من الاوتار عرق، ولو قطع الاوتار كلها عروقه كلها تتقطع ويموت. فاحمدي ربنا بقى انه ما قطعلوش غير وترين 3. ولما سالته عن علاج للو فانغ قال لها ان العلاج موجود لكن علشان يخرج من القصر السماوي لازم يكون في مقابل. فقررت تضحي بريشها مقابل انها تاخد العلاج على الرغم من انه صعب يطلع لها ريش تاني. وجابت العلاج ورجعت للو فانغ واعتذرت له على كلامها اللي خلاه يأذي نفسه. فقال لها انه عمل ده بنفسه لانه بيحبها واعترف بحبه ليها كفاره يا اخي. الوقت ده رجعت يوي القصر وفضلت تتدرب كتير ومستنيه جان هي
تعترف بانه ملك التنانين، وده لانها شافته وهو بينط وراها وبتحول لتنين علشان ينقذها، ولما حاولت توقعه في الكلام سابها ومشي، وعرف له انها لسه حيه وكمان رجعت القصر. وبالليل عرفت شياو ان والدها ما اتقتلش على ايد والد يوي، فبدات تشك في له، خصوصا ان ريحه الدواء اللي بيدولها نفس الريحه اللي شمتها فيه وهي صغيره، ومن وقتها وهي تعبانه فراحت له وعملت على حوار انها هتقتل له يوي بس يشرب كاس معاها، وحطت له فيه من السم اللي بيدولها. وبعدين راحت ليوي وطلبت منها تقتلها لانها عملت جرايم كتير بسبب له ما تستحقش تعيش، لكن يوي رفضت، وشياو اغمى عليها وطلبت من جان ينقذها. وبعد ما فاقت شياو شكرته يوي على مساعدته وطلبت منه يروحوا يتفرجوا على الالعاب الناريه سوا، لكنه رفض بحجه انها تعبانه وخلاها تحلم انهم راحوا فعلا، واول ما تصحى هتنسى الحلم ده. وتاني يوم راحت شياو للوادي اللي اتقتل فيه والدها علشان تعرف هناك مين اللي حصل على الكنز اللي والدها كان بيدور عليه. ولما وصلت لقيت رساله مكتوب فيها ان اللي سرق الكنز هو له، والضربه اللي اخدتها كانت من اتباع له، وهو قدر يهرب منهم وكتب الرساله دي بدمه علشان بنته تقدر تعرف الحقيقه. فراحت للو وقتلته بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها والدها. نرجع بقى لتشينغ للحظه ان علاج لو فانج هيخلص، فجرحت نفسها تاني علشان تاخد من ريشها وتشتري له العلاج، بس لو فانج قفشها ولان بنتنا ما بيبلش وقف ولا اعترفت دغري، وعشان هي حلفت له انه ما يزعلش منها استخدم قوته في انه يشفيها وطلب منها ما تاذيش نفسها تاني. خلاص بقى ده انتوا بتحبوا بعض قوي. وتاني يوم راح لو فانج لجان وطلب منه يساعده في قطع اوتار البيع، وجان كان رافض لان ده هيأذي لو فانج، لكنه ما هموش وصمم ان جان يساعده. لكن دخلت عليهم تشينغ في اللحظه دي وقفته وقالت له انها مجرد ندبه ومش فارقه معاها، واعترفت له بحبها. جان لا ده نخلع بقى علشان ماليش في جو سنه ولا حب ده. في الوقت ده كان الملك عرف بموت امير دوله له الشرقيه، واخوه مسك العرش مكانه وناوي يفض المعاهدات اللي بينهم ويعلن الحرب. وكمان كان في اتفاق سري بين الوزير كو والامير له، فعاقبه الملك وبدات الحرب بين الدولتين. وكالعاده يوي وجان قطعوهم، وبعدها جه المفتش له وقال ليوي انه بيحبها، لكن هي قالت له بص يا ابني سكه ودغري انا بحب حد تاني. وكان جان دايما مع يو بيحميها في كل معركه، لكنه مش قادر يواجهها بحقيقته. وبعد فتره قدر يقول لها حقيقته يرجعوا لبعض تاني، وعرفت ان تشينغ جنيه ولو فانغ امير الجن، وطلبوا منهم المره دي انها تشرب مشروب النسيان وما ترموش في جنب زي كل مره. واخدها لبئر التنين وحكى لها عن كل حاجه تخص يورا وايو وطلب منها الجواز. وطبعا ابننا الحبيب لو فانغ راح للونج يطلب منه هديه لتشينغ، بس قدر يحور عليه علشان ما يقولوش ان الهديه البنت، بس على مين لونج قفشه من اول ما دخل اصلا، ولقى عنده هديه كان مخبيها منه. ولما شافت تشينغ المنديل كانت مبسوطه بيه جدا، وكان المنديل ده فيه قوه قادره تخفي اي ندبه بسهوله. وفعلا اختفت ندبه النيزك عند تشينغ وراحت بعدها ليوي وقالت لهم ان لازم جوازهم يكون على طريقه البشر. يا اخي البشر كلهم بيطلعوا بالابيض الا انتوا بالاحمر، علاقه مرهقه. لكن ازاي لونج يخلينا نفرح ونهيص؟ جه نكد عليهم وقال له انه ما ينفعش يتجوزها دلوقتي لانها لسه روح انسانه والشياطين بيدوروا عليها، فلازم تنزل لعالم البشر تاني وتتولد من جديد، ويساعدها جان انها ترتقي بروحها عشان تبقى خالده ويقدر يعيش معاها على طول. واللي بقالنا 100 سنه بنعيده هنعيده كمان مره. شربت مشروب النسيان وعدت الجسر لعالم البشر، وبعد فتره اتولدت يوي وكبرت وبقى اسمها يان يخرب بيت اساميكو، واتربت في مكان مقدس بيدربوها على قتل الارواح الشريره والعفاريت. لكن يان كانت شقيه ودايما معارضه في كل حاجه، وكان معلم المكان ملاحظ ان في روح تنين بتلف دايما حواليهم، وكان شاكك انها بتيجي ليان علشان كده بيعاقبها المعلم دايما فبيخليها توقف على باب المكان قصاد الجبل. وفي يوم خرجت مساعده المعلم للسوق وخرجت يان وراها، فقالت لها المساعده تفضل مكانها وما تروحش بعيد علشان الارواح الشريره في كل مكان وبيدوروا عليها. لكن بنتنا كانت تفصى ومشيت ورا بتاع الزلابيه، وده كان شيطان وبيدور على روحها عشان مميزه، لكن جان انقذها قبل ما الشيطان ياخد روحها. واخدها جان بعد ما فات يروحها، وفي طريقه قالت له انها حاسه انه مألوف بالنسبه لها، فقال لها انهم اتقابلوا من زمان قوي ولما تكبر هيحكي لها قصتهم. كبرت يان وبقت قويه جدا وبتقدر تمسك العفاريت الشريره بسهوله. وفي يوم كانت هي وصاحبتها بيطاردوا عفريته بتحب انسان، ولما جه صاحب يان يقتلها دافع عنها حبيبها ومات، فموتت العفريته نفسها وحست يان بالذنب بعدها. ومع
معرفتش تنام يا عيني، فراحت لجثة العفريتة اللي على شكل قطة علشان تدفنها مع جوزها زي ما قالت في وصيتها. فطلعت عليها عفريتة تانية اخت اللي ماتت وكانت عايزة تنتقم لاختها، لكن تشينغ اتدخلت وبعدتها عن يان. والعفريتة دي كانت القطة اللي لقيتها يورا في الغابة وعالجت لها جراحها، فسابتها ومشيت واتعرفت على تشينغ وطلبت منها يان انهم يكونوا صحاب، وعملت لها تشينغ تعويذة عشان لو حبت تشوفها تعمل التعويذة. وتاني يوم راحت تقابلها لكن المعلم جه وكان هيقفشهم، بس هربت تشينغ وكان المعلم حاسس ان روح التنين حواليهم، فطلب منها تاخد بالها من نفسها لان حياتها مميزة والعفاريت والشياطين بيدوروا عليها، وخصوصا عفريت التنين. وكانت في الوقت ده هتتم 18 سنة ومستنية تشوف جان علشان يوفي بوعده ليها وهي صغيرة، وكانت محضرة له هدية. وبالليل كانت تشينغ مع لوفانغ اللي زعلها عشان مش بتتدرب زي ما بيقول لها، وعرفها انها لازم تتدرب علشان تبقى آلهة ويقدر يتجوزها. فراحت للونج تطلب منه كتاب يخليها تتعلم اسرع، بس وقع بالكلام قدامها وقال انه مستنيا تكبر بفارغ الصبر. ولما سألته عن السبب سكت، تحس ان ورا مصيبة. ومش بس كده، اخد منها المنديل اللي جابه لها لوفانغ بحجة انه هيزود لها القوة بتاعته اكتر. وفي يوم كان عيد ميلاد المعلم، وقررت يان ومساعدة المعلم وفينج انهم يهدوا زهرة مقدسة وراحوا يجيبوها، لكن مكانها كان خطر شوية. بس قالت لهم المساعدة انهم سوا لقوها او ما لقوهاش لازم يكونوا في القاعة الرئيسية الساعة 7. ولقيتها فعلا بس كانت هتقع زي الجاموسة وربنا ستر، بس كل ده بمساعدة جان. بس لوفانغ كان معترض على اللي بيعمله لان المعلم لو اخد الزهرة ممكن من خلالها يأذي اي حد سماوي او شيطاني، بس جان مش همه فاداله مروحة تخفي روحه السماوية ويتشاف انسان عادي بس ترجعها بعد ما تخلص بيها. شغل الاستلواح ده مش بحبه. فظهر لها جان وروحها على ظهره لغاية الجبل. وتاني يوم ادت الزهرة للمعلم اللي اخدها ودمجها مع خنجر ورجعه لها تحمي بيه نفسها. والله انت اصيل يا الحاج. وعرفت بقوته، ولما قابلت تشينغ وشافت معاها الخنجر قالت لها ان الخنجر ده في زهرة بتمتص القوة الروحية للشياطين والجن. وتاني يوم قال المعلم للتلاميذ انهم مسكوا الشيطانة القطة وكل واحد هيحرسها شوية. ولما جه دوريان قالت لها الشيطانة ان اسمها يورا وانقذتها من 200 سنة، وسألتها عن التنين اللي كان معاها، لكن يان طبعا مش فاكرة كل ده. فقالت لها لو فكتيني هقولك اسمه. وطبعا بتعمل كل ده عشان يان تفكها، ووقعت يان في فخها واغمى عليها. فعاقبها المعلم انها تقعد 10 ايام ورا الجبل لوحدها. وبالليل كانت الشيطانة في الغابة وقابلها ذئب وانقذها وقال لها انه هيساعدها تنتقم لاختها بشرط انها تجيب له يان وتصاحبها. رفضت في الاول علشان يان انقذتها قبل كده وما ينفعش ترد الخير بالشر، لكن الذئب قال لها انه مش هيأذيها، ده هياخد روحها بس. فوافقت. وصلت يان في الوقت ده ولقيت الذئب بيهاجم الشيطانة فانقذتها بالسيف اللي معاها، لكن يان كانت فاكره انها خلصت عليه، لكنه فاق وكان هيقتلها. لكن جان الله يستره قدر ينقذها، بس اتجرح في ايده فاخدته معاها البيت وشافته الشيطانة وقالت له انتوا لسه سوا طول ال 200 سنة، لكن جان برا لها كده فاتكتمت. وبعدها طرقها هي ويان عشان لوفانغ يعالجه من السم، ورغم تحذيرات لوفانغ ليه بس هو مصمم يحميها. واخد لوفانغ تشينغ معاه وقالت له انها عايزه تشوف يان، فاتضايق منها ومشي. وبالليل جت العفريته صاحبتها وقالت لها ان في شياطين بره جايين ياكلوها، وطلبت منها تهرب، بس ما يعرفوش انها بتعمل كل ده عشان تبان طيبه قدام يان وتبقى صاحبتها. في اللحظه دي كان جان اصلا عامل معاهم الغلط وخلص عليهم، وفي طريقهم شافوا تراب الشياطين. ويان كانت فاكره انهم راحوا يأذوا جان، لكن لما رجعت لقت الخلبص في سريره ونايم ملك ولا كأنه عمل حاجه. في الوقت ده كان لوفانغ مع تشينغ اللي كانت سكرانه طينه ونامت في حضنه زي القتيله. ولما صحيت تاني ولقيته جنبها قالت له لا ده انت لازم تصلح غلطتك حالا، طبعا لو حلفنا لك بالله ان انت اللي جبتي جنبك مش هتصدقينا. في الوقت ده نادى عليهم جان لان يان مش بتصحى، فقال له لوفانغ ان حد قرأ عليها تعويذه تنيمها يوم كامل وبعد 7 ايام هيمتص في روحها. واللي عمل كده حد عارف ماضيها كويس، وطبعا كلنا عارفين هي مين. وعلشان ينتفوا لازم يلاقوا اللي عمل التعويذ ويقتلوه، وعلشان يعرفوا مين القاتل هيدخلوا جان لاحلام يان ويعرفوا مين اللي عمل كده، بس مش هيصحى غير لما يان تفوق. ولو ما فقتش يان وهو لسه في احلامها روحه هتبقى محبوسه في كابوس، لكن جان اهم حاجه عنده يان تبقى بخير. فسمي بالله يا ابني وابدا يلا. ودخل جان احلامها ولقى نفسه رجع اوضه يورا ومعاها واحد منتحل شخصيته، ودارت العركه بينهم
منهم وكسروا البيت، بس قدر جان الحقيقي ياخدها وراح بيها لكل الاماكن اللي اتولدت فيها واللي كان ليهم مواقف فيها سوا، وقدرت تفتكره وتعرف ان التاني ده مزيف. لكن الكارثه ان جان كمان اتعلق بالحلم، واللي عمل كده حد عارف جان كويس قوي، واللي حصل كل ده فخ ليه هو ويان. لكن جان قدر يكتشف في الحلم ان اللي ورا الفخ ده هي الشيطانه القطه وما خلاهاش تسيطر عليه، وبدا يتواصل مع لوفانغ وتشينغ. والحمد لله بعد معاناه مع غبائهم قدروا يفهموا ان الشيطانه القطه وانها عملت كده عن طريق انها خدت شعره من شعر تشينغ، وقدر لوفانغ يعرف مكانها، لكن اكتشف ان هي كمان مضحوك عليها، واللي عمل كده لسه مجهول بالنسبه لهم. وبعد 6 ايام فاقت يان وجان من حلمهم، ورجعت يان بعدها للمعلم اللي خلاها تقعد 20 يوم ورا الجبل تتامل لوحدها عقابا لغيابها كل الايام دي. فراح لها صاحبها يطمن عليها، جات مدياله الخنجر اللي اداهولها المعلم عشان بيأذي تشينغ. يا شيخه ربنا اداكي كل حاجه الا العقل، هو اداهولك تحمي بيه نفسك، جيتي مشحتاه. في الوقت ده كان جان في بئر التنين، وقال له لونج ان لقي الصفحه المفقوده من عقاب لوفانغ، وهي ان لوفانغ وتشينغ مش ينفعوا يتجوزوا بعض لان ده عقاب السمع المفقود للوفانغ، ولازم جان يعرفوا الحقيقه لانهم اصحاب وهو يعتبر متورط معاهم. في نفس الوقت كان لوفانغ بيدافع عن تشينغ، واحد من تلاميذ المعلم ضربها بالخنجر بتاع المعلم وافتكرها في الوقت ده، وعرف ان هي البنت اللي بتجيله في المنام، وانهم قبل 1000 سنه كانوا بيحبوا بعض. تعالوا بقى احكي لكم قصتهم. قبل 1000 سنه كان لوفانغ النجم السماوي الوحيد اللي بيحارب الشياطين وبيقبض عليهم، وفي يوم وهو بيقاتل روح شيطانيه اذى طائر السنونو الاخضر بالغلط، والطائر ده كان تشينغ، وتعرفوا على بعض وعمل لها تعويذه تعملها ما تكون محتاجاه. وفي يوم شافت تشينغ روح شيطانيه فخافت على لوفانغ منها وراحت وراها عشان تعرف مكانها، وما رضتش تقول للوفانغ علشان كان عنده حراسه لمنصه حجر نيويو السماويه. لكن اما الشيطان شافها هاجمها فعملت التعويذه، ساب لوفانغ حراسته وراح لها، وعلشان ينقذها من الموت اداها نجم حياته الوحيد. ولما رجع لقي الحجر اللي كان بيحرسه سرق من تنين، بس ما يعرفش ان التنين اللي سرقها هو جان، ولا جان يعرف ان اللي كان بيحرس الحجر هو لوفانغ صاحبه. فعاقبهم الامبراطور السماوي انهم ما يتجمعوش تاني مع بعض لان حبهم كان السبب في سرقه الحجر وافترقوا، وانها تبل في دماغها بسبب الصعقه اللي خدتها بدل لوفانغ عشان ما يموتش. ولما راح لوفانغ بعدها لجان عرف انه لو حب تشينغ تاني وبسها روحها هتتحطم، ونزلت تشينغ لعالم البشر، وهو راح لمملكه الشياطين وذكرياتهم اتمسحت، وراح لجان وواجهه بالحقيقه. بس جان قال انه ما كانش يعرف وقتها انه كان حارس الحجر، فتعصب عليه ورجع لتشينغ لقى لونغ مستنيه، وقال انه بدل منديل تشينغ بمنديل فيه ريحه تانيه، وكل ما يقرب منها يتعب والسم اللي في جسمه يزيد. والشاي اللي اداه لتشينغ كان شاي لكسر اراده السماء مش عشان يشفيه، وبكده يكون مش قادر انه يتحكم في جسمه تاني بسبب السم اللي فيه، وكمان يكون لونغ سيطر على لوفانغ وبقى تحت امره. انا قلت لكم ان لونغ ده هيطلع بغل في الاخر، اول مره اشوف راجل حربايه بغل كده. وراح لونغ لوفانغ ومعاهم حارس المملكه للقبض على جان بتهمه سرقه الحجر، وبدا لوفانغ يعمل تعويذته المميته على جان، لكن جان الفنان قدر يقرب منه في اخر لحظه. وكانت يان حاسه ان جان مصاب فخرجت تدور عليه في كل مكان لغايه ما لقته مصاب في الكهف، ولما شافها طلب منها ما تقربش منه، وكان شكله متغير وطلب منها تمشي، وقال لها ان طريقهم مختلف عن بعض، بس قلبه حن وقرر يوصلها للمدرسه، وهناك قرر يقطع علاقته بيها علشان ما يأذيهاش. وتاني يوم كانت يان بتدور على معنى تعويذه الالم السبعه اللي اتصاب بيها جان، وعرفت ان اللي اتصاب بيها بتتدمر احشائه وبيموت، فرجعت له تاني تقضي معاه اخر اوقاته، وراحوا للمكان اللي اتقابلوا فيه اول مره يرجعوا الذكريات. لكن فجاه تعبت يان واغمى عليها، وكان لونج بيهاجم روحها وطلع هو اللي ورا كل اللي حصل في ال200 سنه اللي فاتوا، وكان كل مره بيخليها تتولد في مكان عشان تبقى طاقتها الروحيه قويه ويقدر ياخدها ويبقى اله السماء والارض. استغفر ربنا يا ابني، ده انت طلعت اندل من العشري صاحب ابراهيم الابيض. فاخدها جان واداها للمعلم وحكى له عن خطه نجم القدر علشان ياخد روح يان، وقال له انه الوحيد اللي هيقدر يحميها. وخرج جان بره المدرسه علشان يعطل لوفانغ ولونج لغايه ما المعلم يعمل تعويذه على الجبل يمنع بيها دخول اي جني او روح سماويه للمدرسه. وكان موصي المعلم انها لما تفوق يقول لها ان جان كان عارفها بس عشان ياخد روحها، وده طبعا علشان يكرهها فيه وتنساه، لانه عارف انه لما يخرج هيموت
هيموت، لكن يانا ما فات ما قدرتش تسيبه لوحده، وقبل ما لونج يأذيه جت يان واخدت الضربة مكانه، لكن لونج ما رحمهاش وبدأ يسحب روحها بعد ما دمر جان. واما شافت حالة جان قدرت تقاوم تعويذة لونج وادته قوتها الروحية، وقرر ينتقم من لونج وفضل يضربه لغاية ما هرب، بس ما جاش جنب لوفانغ علشان تشينج بتحبه، وراح ورا لونج وفين يوجعك وهاتك يا ضرب لغاية ما مات. وبعدها تشينغ ولوفانغ لعنتهم اتفكت لانه ضحى بنفسه عشانها، ورجعوا ليان وكانت ماتت، وبسبب موتها قرر جان ينتقم من اي حد يجي قدامه. وقبل ما السما تدمر ارواحهم كان لوفانغ حطهم سوا في شبكة التقييد السماوي بتاعته، وقدر كل واحد يعيش مع حبيبته في النهاية. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، اتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك وانتظروني في الملخصات اللي جاية، لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.